10 أهداف في شباك العراق مقابل هدف وحيد سجلته، يجعل منها ثاني أسوأ فرق هذه البطولة بعد المنتخب التونسي. مقام لا نتمنى أن نتحدث عنها، لكن واقع الأمر يفرض علينا ذلك للأسف الشديد. للأسف الشديد. بس شوية منطقية، شوية عقل. مجموعة العراق أصعب بكثير من أصعب وأقوى المجموعات. لذلك ما يلام على البعض حقيقة على مستوى الإعلام العراقي أن صور للشارع الرياضي تلك القدرة التي يمتلكها منتخب العراق في التأهل إلى الدور القادم. نتعادل مع فرنسا، نغلب النرويج، نسكر مع السنغال، نطلع ب5 نقاط. هذا الكلام كان يدار في الإعلام العراقي. هو يعني في ثقة وفي عندنا إمكانيات وعندنا لاعبين، لكن أيضا هنالك واقع يفرض ويجب أن يحترم هذا الواقع. فارق الإمكانيات كبير ما بين العراق وبقية المنتخبات اللي موجودة في البطولة. وواحد من أهم مشاكل كرة القدم العراقية صراحة هو الإعلام. يعني قبل البطولة ومع بداية البطولة تلاقي ناس قاعدة تنبش في مشاكل الاتحاد العراقي وتبي تخلق مشكلة من عدم. يجيب تصريح اليونس، يجيب تصريح في الجانب الآخر، ويجي يتكلم عن هذا، ويجي يتكلم عن مشكلة التذاكر، ويجي يتكلم عن مشكلة المواصلات، ويجي يتكلم عن مشكلة الأكل، ويجي يتكلم عن مشكلة الطقس. خلق جو يعني يدور فيه مشاكل عشان يصفي شوية حسابات ما بينه وما بين ناس موجودين في الاتحاد. قاعد يدور أي شيء، أي زلة على هذا الاتحاد أو ذاك. لذلك واحدة من مشاكل كرة القدم العراقية بعيدا عن العمل اللي موجود، نتكلم عن إعلام يدور على مشكلة، إعلام يدور على شيء، يدور على مقاطع تنتشر في السوشيال ميديا بعيدا عن مصلحة البلد وبعيدا عن مصلحة المنتخب. ناس تدور على مصالح شخصية. بعدوا هذولا عن واقع الرياضة وكرة القدم في العراق. هذول مرض. خلي يبتعدون إذا ما أراد العراق أن يستعيد تلك المكانة التي كان عليها فعليا، وأن يعود العراق أمام مشاركتين قادمتين بحول الله في بطولة كأس الخليج. أولا هنالك في المملكة العربية السعودية في مدينة جدة، ثم بعد ذلك المشاركة في نهائيات بطولة كأس آسيا. زيدان اقبال يترك أرضية الملعب لكيفن يعقوب.